السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد كل أوقاتكم ويعطيكم الصحة والعافية. بما إنه الشهر الفضيل اقترب، حبيت أحتفل فيه مع أطفالي بطريقة مميزة، لهيك حبينا نحضر مع بعض دونتس بيمثل هالشهر الفضيل، وحبينا نشارك معكم طريقة تحضير دونتس رمضان المميز اللذيذ. خلونا نبدأ بتحضيره مع بعض. أول شي رح نحضر عجينة الدونتس، لهيك في إناء العجن بننزل بيضتين يكونوا بحرارة الغرفة، وبننزل عليهم معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا، وبنخفق البيض مع الفانيلا كتير منيح. بعدين بنضيف لهم كوبين من الحليب السائل الدافي و3 ملاعق كبار من السكر، وكمان بننزل كيس من الخميرة ما يعادل معلقة كبيرة، وبنحركهم مع بعض كتير منيح لحتى يختلطوا، وبعدين بنتركهم مدة 10 دقائق لحتى نتأكد من فعالية الخميرة. وبعد 10 دقائق بتكون الخميرة تفاعلت. بننزل على الخليط 5 أكواب من الطحين، طبعا لازم يكونوا الأكواب مليانين وممسوحين، وبنضيف كمان رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبنبدأ بالعجن. بنعجن كتير منيح مدة ما تقل عن 10 دقائق إذا كان العجن بإيدنا، وإذا بالعجانة ما يقل عن 7 دقائق. طبعا العجينة حتكون بتلتصق لأنه ما فيها زيت. وبس تنلم معنا العجينة بننزل عليها 100 غرام من الزبدة يكونوا بحرارة الغرفة وطريين. بنلم العجينة بالزبدة كتير منيح وبنعجنها لحتى تندمج مع العجينة وتبطل تلتصق بالإيد، ويصير قوامها ناعم جدا. وبعدين بنحطها بصحن مدهون بالزبدة وبنغطيها، وبنتركها تختمر في مكان دافي مدة ساعة كاملة قبل ما نبدأ بالتشكيل. وبعد مرور الساعة بتكون العجينة خمرت كتير منيح. بننزلها على سطح العمل وبنرش سطح العمل بالطحين ليسهل علينا فرد العجينة، وبعدين بناخد نص العجينة وباستخدام الشوبك بنفردها، وبنستمر بالفرد لحتى تصير سماكتها متوسطة، مش رقيقة كتير ولا سميكة كتير، تكون متوسطة السماكة بهالشكل. وبعدين بنبدأ بالتقطيع. أول شي حبيت أعمل شكل الهلال، لهيك بقطاعة مدورة قطعت طرف العجينة بهالطريقة وبدأت بتقطيع شكل الهلال بكل سهولة، وبنحط كل قطعة على قطعة من ورق الزبدة. وبنستمر بنفس الطريقة لنكمل كل العجينة. وبس نخلصهم بنحطهم بصينية وبنغطيهم وبنتركهم مدة ربع ساعة ليرتاحوا قبل القلي. وبعدين فردت نص العجينة الثاني وقطعته باستخدام قطاعة شكل النجمة بعد ما غطيتها بالطحين. وبس نخلص بنشيل العجينة الزايدة وبنتركها على جنب، وبنشيل قطع النجوم وبنحطهم كمان على قطع من ورق الزبدة، وبنصفهم بصينية بنفس الطريقة وبنتركهم ربع ساعة ليرتاحوا قبل القلي. لقلي الدونتس بنحتاج كمية زيت غزيرة في مقلاية واسعة. بس يحمى الزيت ونختبر حرارته بنبدأ ننزل فيه حبات الدونتس. إذا كان حجمهم صغير ما بياخد وقت بالقلي، لهيك بنحمرهم من الجهتين وبنطلعهم. وإذا حسينا الزيت حامي كتير بننزل حرارته شوي، وبنقلي كل الكمية بنفس الطريقة. وبس نخلص القلي بتكون أشهى وألذ كمية ممتازة من الدونتس القطني الهش صارت جاهزة، قطني ولذيذ ومو شارب زيت أبدا. وبيكون ضل علينا التزيين، والتزيين ذوق شخصي. أنا حبيت أزين بالشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب، ذوبت كمية مناسبة منهم مع إضافة كمية بسيطة من الزيت النباتي ليعطي لمعة، وبدأت أغطس حبات الدونتس بالشوكولاتة وأحطهم على ورق الزبدة.
وبعدين باستخدام الكيس الحلواني حطيت فيه شوكولاتة بيضة وبدأت أعمل خطوط من الشوكولاتة البيضة فوق حبات الدونتس، وممكن تتحكموا بسماكة هاي الخطوط. وعملت العكس مع نص الكمية الثانية، غطست الحبات بالشوكولاتة البيضة والخطوط بشوكولاتة الحليب. وبعدين دخلناهم على الثلاجة مدة ساعة كاملة لتتماسك وتجمد الشوكولاتة، وهيك بتكون أجمل وأشهى وألذ حبات من الدونتس صاروا جاهزين. الطريقة ولا أسهل، والعجينة قطنية وشهية، طعمة الزبدة فيها خرافية، والشكل بيفتح النفس. من أجمل الطرق لتحتفلوا بقدوم شهر الخير. أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه. بتمنى إذا أعجبتكم الوصفة وكنتوا جداد على قناتي ما تنسوا تدعموني بالاشتراك، وإعجابكم بالفيديو وتعليقاتكم الجميلة بتشجعني أستمر. بكبر فيكم وبدعمكم، ودامت سفرتكم عامرة ودمتم في حفظ الله.